السلام عليكم، معكم نواف. أول شيء الكورة. دحين أنا غيرت فقرتي، صارت مصارعة وماينكرافت وكورة، ويمكن تصير جن إذا صار عددنا الاشتراكات كثير، لأن أنا كنت أنزل جن مع قناة ولد عمي، صار نسيت اسمها، بعدين أقول لكم إياها. بس الحين ما في شيء صرنا ننزل فيه، هذه قناتي صرت أنزل فيها. الحين خلينا نبدأ الأخبار. رسميا الشارقة يتعاقد مع دونيس الهلال. أعلنت نادي الشارقة أن تعاقده مع مدرب ليون جوسيه دونيس مدرب الهلال السابق، وذلك لمدة موسم. جورجيس دونيس 46 عام، والذي يحمل الجنسية الألمانية بالإضافة لجنسيته الأصلية، كونه ولد في فرانكفورت. كان قد تولى تدريب الهلال في فبراير شباط 2015 خلفا للرومان لورينسو ديجي كامب، وقد زعم الفوز بكأس الملك وكأس السوبر للموسم الماضي، وبإضافة للنسخة الأخيرة من كأس العهد. وقاد دونيس الهلال في 67 مباراة، فاز فيها في 44 منها، وتعادل في 12 مناسبة، وخسر في 11، آخرها أمام الأهلي في قبل نهائي كأس الملك. خبر ثاني: هيئة الرياض لديون النصر 265 مليون، وتسجيل مرهون بسداد 73 مليون سريعا. أعلنت كلام مرة كثير، فخليني أوريكم الصورة. يعني الأندية اللي ملزم عليها تسجل، بعدين أنزل مقطع ثاني عنه وريكم إياه. رسميا برشلونة رئيس برشلونة السابق، هناك مخطط سري لبيع ميسي للسيتي. أدعى خوان لوبرتو رئيس نادي برشلونة سابقا أن الرئيس الحالي للبرسا جوزيه بورتيمو رسم خطة سرية لبيع نجم الفريق ليونيل ميسي لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقال الصيفية الحالية. وشدد ليبورتو الذي ترأس البرشا بيونيو 2013 وإلى 2010 أن الخطة السرية لبورتيمو تهدف لبيع ميسي إلى يقضي آخر سنتين، الذي يقضي آخر سنتين من عقده مع البرشلونة، بالرغم من أن ميسي وافق مبدئيا على تجديد عقده مع برشا حتى 21، وإن لم يوقع أي شيء بعد. صحيفة الصن البريطانية الشهيرة والتي تشرت تقريرا عن الأمر أكدت أن ميسي يملك سببين اثنان لترك البرسا: الرحيل للمان سيتي أو لهما التخلص من توابع قضية تهربه من الضرائب في إسبانيا، والثاني هو الالتحاق مجددا مع مدربه السابق في برشلونة غوارديولا. الرومان يتوقع انتقال إلتون الفتح الهلال. كلام مرة كثير وكذا بطول عليكم مقطع خاص مظلوم في فريق المحلي قريب. كلام مرة كثير خاص مظلوم من فريق المحليين قريب من الاتحاد. شدد المصدر بجدة أن نادي الاتحاد بات على مقربه كبير من التعاقد مع المهاجم التونسي الدولي أحمد العكاشي، هداف نجم الساحل. أحمد العكاشي 27 عام، بعد مسيرته مع اسمه مرة صعب، فريق تونسي، ومنه انتقل للإفريقي ثم النجم الساحلي لفترة، والفترة التي قضاها 71 مباراة بقميص الألتول دو الساحل، سجل خلالها 87 هدف. العكاشي خاض بعد تجربة احتراف قصيرة خارج تونس، وتحديدا في نادي إنجولشتات في الدوري الدرجة الثانية الألمانية، بوندسليغا 2، لكن تجربته الألمانية دامت لموسمين 2، سجل خلاهما 5 أهداف فقط خلال 27 مباراة قبل أن يعود لتونس من بوابة نادي الترجي في يناير 2013.
الأهلي يسدد 63 مليون من ديونه ويحصل على الضوء الأخضر تسجيل جديد. فيديو الهلال يخطر الفوز بلوخيا مباراة النيران الصديقة. انتم اقراها الحين بوريكم اياها، اقراها. ثنائية نجس وادي ستارت، الأهلي يخسر من ميدلسبورا الإنجليزي. خلاص الحين نقرأ. الاتحاد يعوض الجلاد رفاس بالأسد إيتو. هذه كلها اقراها. تقرير يجدد عقد سون بأكثر من $1,000,000 سنويا. النصر يضم مدافع بطل مونديال الشباب ب$75 مليون. بنزل معاه مقطع